ازاي تلتزمي في الصلاة وانتي جديدة. من اكتر المشاكل الشائعة يعني اللي انا كنت بشوفها الفترة اللي فاتت في الجروبات، شفت فيديو لحد يعني طرح المشكلة دي، بتقول لو عندكم حل قولولي، بس مش عارفة الفيديو راح مني فما عرفتش ارد عليها. وبرضو كده اللي هو ان الامهات ما بتعرفش ان هي تلتزم بالصلاة، خصوصا في بيبي جديد. هو انا كنت بمر بالموضوع ده. ففي الاول خالص كان ايه اللي بيحصل في الاول خالص؟ ما كنتش عارفه التزم الصراحه. كنت بضطر ان انا اجمع الصلاه، اصلي كده وانا متلهوجه بسرعه، ما بقى اخلي حد تاني اللي هو مثلا لما يكون حد موجود اسيب له البيبي واروح اصلي. ف ففعلا الدنيا باظت يعني. بعد كده بقيت بعمل ايه؟ بقيت بشاركه معاه. ازاي؟ خفت طبعا، يعني هو لما ابتدى يبقى صعب ان هو شويه ان انا اسيطر عليه، فبقى بيتحرك، بيشد الاسدال، يشد الطرحه، يشد المصليه، ينهار، يعيط. فبقى وقت الصلاه ده بالنسبه له بقى جحيم، يعني اللي هو ده الوقت اللي ماما مش بصالي، مش شايفاني، هي بتتجاهلني، هي ماما بتحبنيش دلوقتي، هو في ايه؟ فاول ما يشوف الاسدال والمصليه بتتفرد، لا ده انا في خطر. ده اللي انا بحسه، يعني انا ما اعرفش هو كان فعلا كان حاسس بكده، ده اللي انا بحسه ان هو ده ليه مضايقه. فبقيت بعمل ايه؟ بقيت بشيله واصلي بيه واقول الكلام بصوت شويه هو سامعه. فبقى هو مميز الكلام ده، عشان انا بالليل قبل ما بينام بيسمع القرآن ده، فبرقيه بيه، هو متعود ان هو يعني انا بقول قرآن عادي جدا. تمام. مع الوقت خلاص اللي هو بقى هو واخدها لعبة يعني، اللي هو بشيله واصلي بيه. طيب عايز ينزل، فاهم؟ مش عارف. بعد كده بقيت بعمل ايه؟ بقيت يجي مثلا الاذان اقول له هو دلوقتي عنده سنة ونص، يعني ربنا يبارك لي فيه يا رب. فشوية ابتدى ان هو ايه، يبقى فيه تواصل ما بيني وما بينه. يجي مثلا الاذان اقول له ايه الصوت ده؟ ده الاذان، بنقول ايه؟ بنرد الاذان. هو طبعا مش فاهم، يعني هو مش فاهمني، بس انا بحاول انا اشاركه في اللي انا بعمله. بحاول اشاركه في اللي انا بعمله. يعني انا عندي اسلوب تربيه كده، انا مش عارفه هو صح، بس بزهق العيل يعني ايه، اللي هو ده الاذان هنردد الاذان وردد الاذان ويلا قول. وبنقول ايه؟ بنكلم ربنا، قول يا رب. بعد كده فاهم اللي هو يلا عشان نصلي الفجر 2، الظهر 4، العصر 4 كده. اقعد بقى فاهم اللي هو ايه، اكلمه احنا هنعمل كذا، اشرح له اللي انا بعمله. تمام. يلا اروح واخداه على الحنفيه معايا اتوضى، وبعد كده هو فاهم بروح تنداه على كرسي كده وماسكاه واوديه. هو حتى لو متضايق يلا احنا مع بعض. تمام. يلا هتصلي. او مره بيصلي، يعني بيصلي والصراحه الصلاه بتاعته بيضرب شقلباص كده وخلاص، هو فاكر هو ده السجود وانا كده صليت، الله اكبر. اقول له شاطر. تمام. مره يشد الاسدال، مره يتمرمخ في الارض، بس المهم ان هي بتعدي. انا عندي اسلوب كده في التربيه. يعني مثلا كنت وانا بمسح العفش، هو ده خارج الموضوع يعني. وانا مش بمسح العفش عشان انا عندي متسع من الوقت، لا، او عشان انا ابني عنده هوايه كده ان هو وهو بياكل اي حاجه، اي حاجه يروح ملون لي بيها على العفش كده، عامل يقعد يلحوس لي الدنيا يعني. وانا بسيبه، يعني اللي هو بسيبه يعمل اللي هو عايزه وبراحتك، وهنضف اخر اليوم. بس قلت امسح الترابيزه عشان الاكل يعني ما يلزقش عليها، فهو عايز يمسك البتاع اللي هو السبراي اللي بنمسح بيه العفش. فلا لا، وهيزن. رحت قلت له طيب تمام، رحت ماسكاه وبتاع، رش لي هنا، رش لي، امسك الفوطه، جبت له فوطه نضيفه، امسح امسح، ارش، امسح. المهم شغلته، يعني شغلته معايا. وانت لو تابعتي الفيديوهات هتلاقيني ان انا فيديو بتاع الحاجات اللي بتكلم فيها عن الامومه وانا بعمل ايه، هتلاقيني بزهقه من الحاجه لحد ما يبقى مش عايزها. المهم هو لقى نفسه هيشتغل. تمام. بقى يمسح شويه، بعد كده زهق وتعب وبتاع، بقيت انا اللي بجيبه وساعدني، وريني فاهم اللي هو فاهم اللي هو وامسك ايده كده ونعمل وبتاع وراح سايبني ومشي. اتعصب وسابني يومين. لا خلاص مش عايز، مش عايز، انت هتقرفيني ليه؟ انا فاكرك هتقولي لا اصلا من الاول، في حوار اتمرمخ في الارض شويه وكده. لكن لا، انا ما بدلوش فرصه اقول او اي حاجه، يلا هنجربها. الا طبعا مش هيمسك السكاكين ولا يولع الفرن يعني.
ده في كل حاجه في حياتي. تاني حاجه، انا كنت قبل كده سمعت تربوي بيقول ان الطفل ده زي ساق زي البامبو كده، اللي هو انت بتقعدي ترمي 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 ترمي، ويقعد 3 4 سنين كده، يعني تقريبا 10 او 30 15 او 30 سنتي تقريبا، وبعدين فجأة كده بص تلاقيه بتول بقى امطار. انت بتقعدي ترمي وتقولي وتعيدي وتزيدي وتعيدي وتزيدي، وفي الاخر هتلاقي نتيجة اللي انت لعله اصلا ان شاء الله. انا لسه ما وصلتش لمرحلة النتيجة دي، بس ان شاء الله انا يعني ان شاء الله الاقي النتيجة. يعني انا بس بشاركك بالتجربة وباللي انا سمعته، وانتي جربي. تاني حاجة، ان هو برضو نفس الشخص ده اللي انا بثق في رأيه قوي، آه كان بيقول ان الصلاة مش بنعلمها للطفل من وهو عنده 7 سنين. 7 سنين مش اللي هو فجأة 7 سنين يلا صلي، لا، هو 7 سنين ده احنا بنأمره بيها، بس التدريب بيبتدي من اول يوم. يعني هو من اول يوم شايفك وعارف ان الاذان بيأذن، ماما هتتوضى تصلي المفروض، وبابا كمان لو موجود في البيت هيتوضى يصلي، ده العادي. الناس دي بتعيش حياتها كده، فاحنا بنكمل اللي هو ده العادي، زي الاكل زي الشرب زي كل حاجه، اللي هو الاذان بيأذن هنجري نصلي. فهو المفروض ان هو اساسا انت بتصلي قدامه وبتشاركيه، او حتى لو ما بتشاركوش، لو انت مش عاجبك الاوبشن ده بتصلي قدامه وهو شايفك. ده هو مع الوقت خلاص هو فاهم ده ايه، دي الصلاه. فهيبقى هو شوفي كام الف صلاه انت صليتيها لحد ما يبقى عنده 7 سنين، فبالتالي ان هو نأمره بالصلاه. يعني هو ده في حد ذاته ده تدريب، فبالتالي هو هيبقى بالنسبه له حاجه عاديه كده، اللي هو ده موجود في البيت، اللي هو بنصلي بنصوم في رمضان مش عارفه ايه. وانا كذا مره اقول الطفل بيقلد مش بيتأمر. يعني انت ما تقدريش، انت الطفل احنا مش بنأمره مش بنرشد، هو احنا بنعمل حاجه اللي احنا عايزينه ان هو يعملها، فبالتالي هو مع الوقت هيعملها. ودي الحمد لله انا جربتها، فبقيت بحاول ان انا اربي نفسي. يعني ايه، يعني ربنا يبارك لي في بابا وماما، واكيد ربوني كويس وكل حاجه، بس انا بقيت بحاول ان انا احسن من نفسي، او على الاقل الحاجات اللي انا مش عايزه ابني تتنقل مني. كل انسان في الدنيا عايز ابنه احسن منه، فالحاجات اللي انا مش عايزاها تتنقل مني ليه بقيت بحاول ان انا يا اغيرها يا احاول ان انا اخفيها قد ما اقدر عنه، بحيث ان هو يعني في المرحلة اللي هو بتاعت التقليد دي أعدي بيها بسلام لحد ما هو يكون شخصيته ويبقى مستقل، فتمام ساعتها تمام. وساعات كتير لما بتفلت مني بقوله، حتى هو مش فاهم، الكبار مش دايما بيعملوا كل حاجة صح، احنا بشر وبنغلط، احنا مش كلنا مثاليين، انا اسفة انا ما كانش ينفع ان انا اعمل كذا. وبحاول قد ما اقدر ان انا فاهمة قصدي. ف انا بشاركك، انا برضو عايزه اكد عليكي، انا مش دكتوره مش تربويه، انا مجرد بشاركك بتجربتي الخاصه. واتمنى ان هي تجربتي او اللي بشاركك بيها دي انت فيك ان انت تاخدي بيها تطبقيها او ما تطبقهاش. لو في اي حاجه ضد اللي انا بقوله ارجوكي شاركيها معايا في الكومنتات. تجربتي دي انا بقولها بس عشان اسهل عليكي حياتك، لعل وعسى انت لما تجربيها تنفع معاكي والدنيا تبقى تمام، او ما تنفعش معاكي يبقى ليكي رأي مضاد، فشاركيه معايا في الكومنتات. شكرا انك شاركتيني بوقتك الثمين الذي لا يقدر بثمن. لو في زي ما قلت لك، لو في اي حاجه حتى لو عكس اللي انا بقوله شاركيني فيها في الكومنتات بكل ادب، عشان لو بقله ادب هعمل لك بلوك. وشكرا، مع السلامه.